وقدر العرقية تتعرض للسرقة في بث مباشر. اللي حصل يا جماعة النهاردة العرقية كانت فاتحة لايف، بس أثناء اللايف دخل على شخص مجهول وكان معاه سلاح، فالشخص ده يا جماعة كان بيهددها بالسلاح اللي كان معاه وكان عمال يضرب فيها، بس في الآخر يا جماعة الشخص ده سرق حاجة من عندها، بس بعد ما سرق هرب على طول. بس برضه العرقية كانت بتبكي وتستغيث وده بعد ما تم سرقتها، بس كانت يا جماعة بتقول للمتابعين إنها مصدومة واتفاجئت من اللي حصل. كده يا جماعة كنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، متنسوش لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.